في مباراة عنوانها كان حلم الوصول إلى فاينل كأس العالم للأندية، اتحولت بقدرة قادر في الشوط الثاني إلى ندم الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية. شوط أول رائع جدا وفوق الممتاز، وكان الأهلي يقدر بدل ما يخرج متعادل سلبيا كان يقدر يطلع بهدف واثنين وثلاثة ويعمل نتيجة جميلة وقوية جدا قبل ما يدخل في الشوط الثاني. ولكن الحقيقة بقى كان عدم التركيز كان موجود عند الخط الهجومي عند لعيبه الاهلي، والتسرع ده غير عدم التركيز عند كهربا اللي جاله فرصتين، واحده على دماغه حط يمين او شمال هي جون، او اللي كانت على خط المرمى واللي بيطلعها دفاع فلومنسي اللي الارض بقى طلعته كده وقالت له انا هطلعها. حتى بعد كده عدت من الكل وضاعت، ده غير الانفراد بتاع بيرسي تاو، ولكن بقى الهستيري بيجي من وراه وبيشيله هو والكرة يا معلم. ولكن مع عظمة الشوط الأول بالأداء القوي من لعيبة الأهلي دخلنا شوط تاني ما لقيناش اللعيبة اللي كانت متواجدة في الشوط الأول. حتى الأهلي في الوضع ده كان المفروض إنه يعمل هجمة مرتدة يلعب على الكاونتر أتاك ولازم تكون منظمة، ولكن بقى الكرة كانت تروح لكهربا أو خط الهجومي، ولكن ما كانش فيه تركيز وكان فيه تسرع بشكل كبير جدا. وطبعا ده خلى كولر يفكر ويقول تعالى يا كهربا، انت لسه بتفكر يا كهربا في الهجمتين اللي ضاعوا منك؟ فتعالى ونزل طاهر ونزل كريم فؤاد. ولكن هنا جمهور الاهلي تفاجأ ان ما عندوش على دكة الاحتياطي اللعيبة اللي تنزل تعمل فارق في مباراة زي كده. طبعا رضا سليم مؤثر بشكل كبير وجمهور الاهلي عرف قيمته دلوقتي. ولكن في النهاية هارد لك للأهلي والجمهور، قدمتوا بطولة قوية، فزتوا على الاتحاد السعودي، كان بالإمكان إن انتوا تكسبوا فلامينسي، ولكن لولا اللي حصل الشوط الثاني كان ممكن يبقى الاهلي في فاينل كاس العالم للانديه. انا عارف الندم اللي جواكوا وانكم بتقولوا في كل هجمه يا لو الهجمه دي كانت جات كان هتغير كتير، ولكن كفايه عظمه لحد كده. هارد لك للاهلي والجمهور. سلام.